عارف بقيع السعودية المدفون فيه 10,000 من صحابة النبي؟ عندنا زيه في مصر. طب عارف كمان إن عندنا مكان الناس بتجيله من كل المحافظات عشان تتدحرج على رمله بس؟ أكيد عمرك ما سمعت إن في قرية عندنا بيتقال عليها البقيع، بس هو فعلا فيه وموجودة كمان في الصعيد في المنيا، وبالذات في قرية البهنسة اندفن 5000 صحابي من صحابة النبي. أنت هتهزر يا أسلام أفندي؟ اسمعني بس يا الاخ. بعد ما فتح سيدنا عمرو بن العاص مصر بعت جيشه لفتح البهنسة لأنها كانت البوابة للصعيد، وفي نفس الوقت كان في حصن من حصون الرومان القوية موجود هناك. وسنة 21 هجريا حارب المسلمين الرومان، وشارك في الحرب دي مع جيش المسلمين 7 ستات. اتقال اللي كان بينهم غفيرة بنت غفار الحميرية وسلمى بنت زاهر، وفضلوا يحاربوا في المعركة دي بالسيوف لحد ما سال الدم على وشوشهم. أما الرواية التانية فبتقول إن البنات ال7 دول في الأساس كانوا راهبات وحاربوا مع المسلمين ضد الرومان بعد ما لبسوا لبس الرجالة، بس للأسف انكشف أمرهم للرومان وخلصوا عليهم. وفي رمضان 2025 في مسلسل المداح ظهر مشهد فيه أكبر ال7 بنات كريستين زي ما اتقال، واللي كانت بتدل المداح على طريقه. أيوة يا رسلان أفندي، ليه برضو الناس بتتمرمخ كده في التراب؟ شوف يا سيدي، بعد الأحداث دي كلها المكان اتحول لأرض مقدسة أو بركة كده زي ما بيقولوا. فالأرض دي داس عليها صحابة النبي وحارب معاهم ال7 بنات، واللي اتعمل لهم مقام هناك بتجيلهم الزيارات من كل حتة في مصر. فاللي مش بتخلف بتروح تدعي هناك وتتبارك بالمكان، واللي تعبان بيروح يتدحرج على الرمل ويشرب من البيل اللي هناك. وبقوا الناس عند المقام لهم طقوس غريبة، زي انهم بيخلعوا اللي في رجلهم اول ما يوصلوا المكان، او بيتدحرجوا في الرمل زي ما شفت كده. وبعيد عن الطقوس دي ففي البهنسة في المنيا متحف مفتوح بمعنى الكلمة، وارضها مليانة حكايات. انت بقى قول لي، كنت تعرف عن ال7 بنات دول قبل كده ولا اول مرة تسمع عنهم من رسلان أفندي؟ سلام.